بداية عربية تاريخية في كأس العالم. بنبدأ مع المنتخب القطري اللي حقق أول نقطة له بتاريخ المونديال ضد المنتخب السويسري المتطور. تعرف يا عزيزي إنه في شيء أجمل من الهدف القاتل وأجمل من هذه النقطة، إنه نحن بنمتلك حاليا واحد من أفضل حراس العالم. حارس تشد ظهرك فيه يا الريال اللي أنقذ منتخبه صراحة من مهرجان من الأهداف. ولكن شيم القطري بعدم الاستسلام حتى الدقيقة الأخيرة عطته الأفضلية بهدف خورخي بوعلام خلتهم ياخذوا أغلى نقطة في تاريخهم. بينما على الجانب الثاني يا جماعة مولعة بين البرازيل والمغرب. مصدوم لأنه صرنا نشوف حالنا زعلانين إذا تعادلنا مع البرازيل وبدنا ال3 نقاط. يا أخي هي العقلية اللي بتخلينا نتفوق على منتخبات أوروبا ونوصل نهائيات وأدوار متقدمة. بداية المباراة المنتخب المغربي ولا كأنه بحصة تدريبية مع البرازيل، وفعلا بعد هالضغط بسجل الهدف الأول للمنتخب المغربي. ولكن يا جماعة والله محتار مين امدح إبراهيم دياز على التمريرة ولا امدح صابيري على كيفية انهائه للكرة من لمسة واحدة بدون استعراض وحركات مستفزة. هون انهار المنتخب البرازيلي، ولولا هدف فينيسيوس اللي رجعهم لجو المباراة كنا ممكن نشوف اكثر من هدف. ونحن كأسود اطلس كان لازم علينا نستغل ضياع وشتات البرازيليين قبل هدف فينيسيوس ونسجل اكثر من هدف. ولكن باذن الله صدارة المجموعة مغربية، وتابعني لحتى تشوف تغطية رهيبة لكأس العالم.